ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وانا مبسوطه قوي قوي قوي. كلكم هتتبسطوا من الفقره دي جدا، لان معانا عم الفراعنه استاذ بسام الشماع. وحشنا جدا. ازي حضرتك؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. مبسوط جدا جدا والف مبروك، حاجه عظيمه جدا. لما بنيجي نتكلم عن الفراعنه طبعا اي حاجه عن الفراعنه هتبقى شكلها مختلف وشكلها لذيذ جدا مع استاذ بسام. بس لما بنيجي احنا نفكر عن الفراعنه ففي اسرار كتير عن الفراعنه. في ناس تستغرب ان هم الناس دي لغايه دلوقتي عندهم اسرار، واحنا في القرن ال21 ما نعرفش ان الحاجات دي فيها ايه. صحيح. ما نعرفش الرموز دي عامله ازاي. فهل هم كانوا فعلا مخترعين؟ هل الناس دي كانت فعلا عبقريه ولا الامور كلها صدف كده؟ ما كانتش الحضاره دي هتتفرد بالمنظر ده، وما كانتش الحضاره هتبهر الناس لغايه دلوقتي، وما هتبقى حضاره ادت اداء خلى جهابذه العالم يقفوا. لما مدير المتحف البريطاني يقف قدام هرم خوفو ويقول انا مش فاهم حاجه، ده مدير المتحف البريطاني يعني مدير 13 مليون قطعه اثريه. فلما يقف قدام الهرم ويقول انا مش فاهم حاجه في هندسه هذا الرجل العبقري اللي هندس هذا، سيبك من ان الملك، يعني انا لو بايدي اقول ايه، هرم المهندس حم ايونو المصري لصاحبه خوفو لان خوفو هو صاحب لكن مش هو اللي عمل. مش هو اللي عمل. فبالتالي هذه الحضاره اللي تفردت بالاختراعات والابتكارات المصريه القديمه هي دي اللي خلتها لغايه دلوقتي عايشه. اللذيذ بقى في جمله واحده ان الاختراعات ديت كانت اختراعات كلها بلا استثناء، يعني انا مطلع 35 اختراع درستها عندهم بلا استثناء، كلها اختراعات عمليه تفيدني وتفيدك. من الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها دلوقتي حاجات بسيطه قوي لكن العالم كله اتعلمها، الى العبقريه الفذه اللي خلت الناس الجهابذه دول يتفردوا وسط كل حضارات العالم. يعني ايه الحاجات يعني انا هقول لك على فكره حلوه كانت دينا بتقولها قبل الهوا. موضوع العمليات، انت كنت حابه الموضوع بتاع كنت يعني مستغربه ازاي وقتها كانوا بيعملوا عمليات جراحيه والاختراعات. كان في بنج اصلا ولا كانوا بيعملوا ايه؟ يعني عايزين نعرف. كنت بدي كده محاضره للعالم كده كيميائيه كده عالميه في مؤتمر عالمي هنا في مصر، وبقول لهم البرين تيومر اللي هو اي مشكله في ورم في المخ. يا رب بعيد عن كل الناس ويشفي كل الناس يا رب. ازاي قدر المصري القديم يخش بآلة او اداه عملها على هيئه رمبس كده، سمبوسكه كده اهو، ويخش يخرم صغير وبعدين يوسع 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 في السكال، وينزل يجيب الحته الفتحه دي، يجيب الحته اللي فيها الورم ويعيش المريض. اصل خدي بالك حضارات اخرى عملت العمليه دي. ده مكانه هنا اصلا فين الاشعه بقى؟ بالظبط كده. وبما ان انت بتتكلم على الاشعه، انا جايب لك حته صوره النهارده، يا ريت كده نبص على الصور كده اللي انا جايبها لكم. هتشوف عشان كلمه الاشعه ديت انا هفاجئك مفاجاه غريبه جدا في مصر القديمه. في المتحف المصري الكائن بميدان التحرير العظيم، اطلع الدور الفوقاني، ما تروحش للملوك، روح للشعب، شقفات الشعب، مناظر الشعب. هتلاقي الشعب المصري القديم بقى اخترع حاجات زي اختراع من 1300 سنه. انا جايب لكم النهارده 4 اختراعات. الاختراع الاولاني اللي هو قبل اختراع الاشعه ديت اللي احنا هنقولها دي والطب والعمليات، جايب لك اختراع فاد البشريه كلها، والاختراع اللي خلاك انت تستقر. خد بالك، حضاره يعني استقرار. ما فيش حضاره من غير استقرار. انت شايف التتار بحضارتهم دول مفيش حضاره جامده. ليه؟ ما بيستقروش، عاملين يحتلوا البلاد. هو ده الاختراع. المغول نفس الحكايه. تمام، واخد بالك؟ الهكسوس شخصيا فين انت عمرك شفت معبد هكسوسي مثلا في اسيا؟ مفيش. ليه؟ مفيش استقرار. الناس دي عماله تتحرك من حته لحته. بالظبط. انت استقريت امتى في مصر؟ استقريت لما عرفت الصوره دي، لما عرفت هذه الاداه، وهذه الاداه التي اخترعها المصري القديم، وهي اداه الشادوف. الشادوف في هذه الصوره يا جماعه معتمده على خشبه بتبقى في كده اهو، تحط عليها خشبه ثانيه كده اهو، من هنا اهو بيبقى فيه تقل جامد جدا، من هنا في حبل نازل واخره جردل. ده بيعمل ايه بقى؟ اهو بيعمل ايه؟ الفلاح بيروح منزله كده اهو معتمدا على التقل اللي في الناحيه دي، تنزل كده اهو يجيب ميه في الجردل او في الباقوتي اللي كان بنسميه باقوتي دلوقتي. بالطوبه اللي انت حطها كده يروح طالع كده ايه سبونتينس كده تلقائيا من غير اي مشكله بالنسبه للفلاح المصري. يعني مفيش حتى توطي وتشيلي ويجي لك الديسك في ظهرك، لا هو الموضوع بسيط جدا. انت كده ولو جت ديسك برضه هم شغالين برضه عندهم عمليات شغاله. فهذا الاختراع الشادوف الذي وضع في اول صفحه في جانس بوك اوف ريكوردز، في موسوعه جانس للارقام القياسيه وليس جانس، تبص تلاقي ايه؟ اول اختراع لاداه ري في العالم هي الشادوف، كاتبينها كده بالانجلش. واول اغنيه غناها الانسان بليركس وبريذم كانت اغنيه الشادوف، ده الشادوف سونج.
هم مسمينها كده، اغنيه بقى؟ الشادوف التي كان يغنيها الفلاح والفلاحه المصريه وهم بينزلوا بيطلعوا الميه. ده احنا جامدين قوي على هي دي هي ساعتها. هل احنا عارفين الاغنيه دي؟ الكلمات موجوده لكن الريذم لا، ما كانش فيه سي ديز او ام بي. يعني انت متخيل انا بحاول افهم احنا توم بالام بي 3 ونازل بقى ما ينفعش. لما انا فاهم انت بتحاول انت، لكن والله ممكن نبص برضه بصه يمكن يطلعوا هم اللي عملوا الام بي 3 تبقى مشكله. فاذا اللقطه دي انا حبيبها وجايبها لكم ليه؟ اولا جايه من تل العمارنه، وتل العمارنه كنا عارفين دي بتاعت اخناتون ونفرتيتي والناس الحلوه ديت. اللي عجبني فيها اكتر ان الفلاح المصري في منتهى النظافه اللي في الدنيا، وجسمه تحفه، وبيته ما فيهوش خدشه، ابيض جميل لان هو في بلد حر. فشوف المخ العملي بيعملوا ابيض، يعملوا ابيض عشان ما ما يعملوش الوان ياخدش. بقى زي هنا تمشي تلاقي البيت بنفسجي فاخضر فاصفر، الحاجات اللي هي الالوان الكالوريز كلها وبني واسود بقى والحاجات دي. لا ده في ودي مش بيت كويسة للجو بطيخه بتاعك. من الجنب اخضر واحمر شبابيك سودا. خلاص ده انا لا، وشوف الفلاح بقى والانتقاء الايه الالوان المناسبه لبيئتك. خدي بالك دي مهمه قوي. فكره الانفايرمنت البيئه بقى اليومين دول بقى كل الكلام عن البيئه وبتاع اهو ده اللي اخترع البيئه واخترع الحاجات دي بقى. بس جينا لك بقى. انت كنت بتتكلم عن الاشاعه كويس. هذه شقافه يعني حته حجر صغيره كده، اول ما تلاقي شقافه تعرف ان خبر حلو من الشعب، لان الملوك مش هيستخدموا شقافات، مش هيجيبوا حته حجر يكتب عليه. فاول ما تلاقي حته حجر يبقى ده بتاع الفقير اللي مش قادر ايه يتصرف. عشان كده اللقطه دي لقطه غير ملكيه، وده اللي انا بحبه قوي في مصر القديمه، ان انا ادرس تاريخ غير ملكي. طيب ايه بقى فيها؟ عشان ما لو في طبعا الملوك هيبقوا عايزين التاريخ بشكلهم انا بقى ومش عارف ايه وكل الكلام ده. ست حامل، سيده حامل، وكلمه ست بالهيروغليفي يعني ست. لما تيجي تشاوري كده على واحده ست تقول لها انت ست، تقول لها انت ست. انت ست خلاص، مش محتاجين بقى الاسماء الثانيه. لا ست يعني هذه السيده حامل، البيبي جوه الرحم. الستات اليومين دول يروحوا يعملوا حاجه اسمها سونار. يحطوا بتاع كده على بطنهم، يشوفوا البيبي وهو بيتنطط، والله بص ومش عارف ايه، ونحط على DVD ونوريه اللي يحطه على الفيسبوك وحاجات غريبه بتعملوها مش عارف ليه. فرحانين. البيبي عمال يضرب بالشلاليط وبتاع. بص البيبي حاطط صبعه في بقه، وهي علامه الطفوله في مصر القديمه. انا بس مش قادر اللي هي الثامن ذا ماوث دي، الدايره الكبيره اللي تحت اللي تحت خلاص. هي فوق اهي وحاطه ايوه حاطه ايديها كده على الدايره، والرجلين كده شويه معصعصين كده نازلين بيبي بقى، ومحطوط جوه الرحم. لكن الفنان والطبيب وهيئه الاشعه بتاعت المستشفى دي، قسم الاشعه، كبر منظر الرحم وعملوا دايره كانك بتبصي بعدسه، ما كانش في عدسه لكن كانك بتبصي بعدسه، فكبر منظر البيبي في الرسمه عشان يوري لك البيبي عامل ايه جوه الرحم، وحاطط صبعه في بقه زي ما البيبيات كلها بتحط صباعها في بقها لما بتتولد. بالظبط زي اللي هنا، بس ده بقى من شوفي بقى من كام؟ انت بتتكلمي من 3000 سنه ونص. المصري القديم عرف وضع الجنين جوه الرحم. طب وازاي؟ ازاي؟ ده بقى ال $6 مليون كويستشن. طب فتدفع $6 مليون كويستشن تاخد الاجابه. بص بقى يا سيدي، لو في اجابه نوفر جمله واحده. الناس دي مش حنطت، يبقى درسوا تشريح. لان التحنيط معناه كل جزء في جسمك لازم يتدرس، عشان لما المحنط يحط ايده كده اهو يجيب المعده ويطلعها، يجيب اللنجز ويطلعها، لانها فتحه صغيره. انت مش في التحنيط بتفتح من فوق لتحت، ده انت التحنيط هتفتح حته صغنونه قد كده وتدخل ايدك وتطلع. فانت عارف كل حته في جسم الانسان عامل ازاي وسميته. يعني العين المنطقه دي اسمها بالهيروغليفي بقبق بالهيروغليفي، ودي اللي عاشت دلوقتي بقت بقبقه العين. بقبقه العين. يبقى انت خدت كلمه بقبقه دي عربي؟ لا مش عربي. لما تفتحي القاموس بتاع لسان العرب والمختار الصحراء ما تلاقيش بقبقه. بقبقه دي بتاعتي انا وانت واحنا قاعدين يعني لا. عشان كده حضرتك بتقول موضوع المخ ده لما كانوا بينزلوا الحاجه السامبوكسه دي وتفضل توسع وكل الكلام ده عشان كان التحنيط، فهم عارفين دي مكانها فين. عارفه ازاي تعرفي تخشي بالظبط؟ اصل ده كان مجنن انا كمان. طب حلو جرب هنا وخرم بلاش، اصل دي ده سكال انت مش بتجرب. ده بقى شعب يعملوها ممكن يغلطوا يعني. قال لك بالظبط برافو عليك. 2011 و2012 بتسمع القصه دي كم مره؟ 500 مره في اليوم. كويس؟ لا بيقول لك ان الالم من الممكن ان يعرف مصدره. ده انا الدكتوره قالت لي الكلام، دكتوره اشعه قالت لي الموضوع ده، وقالت لي ممكن يعرف مصدره ويخش يجيبه. يعني ممكن اقول لك هنا وجع جامد قوي، هنا ينزل يلاقيه. يبقى ده بالنسبه لورم المخ. يبقى طبيا الناس دي اخترعت وابتكرت علم الطب بالفعل. طب لا ومش بس كده، هم فاكين شفره المخ عشان عارفين كل حته في المخ شغاله فين، فالحته اللي بايظه فين فانا اعرف اروح لها على طول. يعني القصه غريبه. بطلت المشكله خلاص وسبت السليمه زي ما انت بتقول كده وتاخد الحته الوحشه. كويس كده اهو.
يعيش ازاي بقى الراجل ده بعد كده؟ ايوه صحيح، هي دي بيقفلوا ازاي القصة. ولا وهو بيستحمل ازاي وهم داخلين كده من غير لا هم بال؟ طبعا بيبقى عندهم انساتست وعندهم نوع من انواع التخدير آه. اللي كانوا بيستخدموه، كانوا كيميائيين على مستوى عالي جدا. ده انت بلد كان اسمها كامت، مصر السمراء. السمراء يعني كيمي، وبعدين حطوا لها تاء التانيث عشان تبقى انثى يعني، فاصبحت كيمت. الكيمي. ولما العرب دخلوا 640 الاسلام ميلاديا اطلقوا اللغه العربيه، فكيمي اصبحت الكيمي، الكيمياء، الكيمي بالانجليزي، الكيمستري.